Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم بخير وبصحه وبسعاده. يا رب يحفظ بلادنا، يا رب يحفظ كل المسلمين. هنعمل النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا جامد جدا. عزومه الجمعه بقى، والحبايب كلها كانت معانا. فهنبدا بالبط وغسيل البط. اهم حاجه بقى غسيل البط ده، يعني اهم حاجه في الموضوع كله غسيل البط. البط بنجيب بنفتح طبعا على طول عليه ميه جاريه، نحط عليه معلقه دقيق او معلقتين دقيق، حبه ملح، ليمون، عندك جنزبيل حطي، فلفل اسود حصى حطي. انا بقول لك كل اللي انت عايزه تحطيه في المحلول الملح ده. واهم حاجه بقى معلقه السكر بتشيله بردك الزفاره. و واللهم صل على النبي، لو عندك معلقه طحينه سمسم بتشيل الزفاره جدا جدا جدا. بتنقعي طبعا البط او الفراخ ايا كان طيور، بتنقعها ساعتين 3 طبعا قبل الاكل، عشان محلول الملح ده اهم حاجه. شايفه انا بغير عليها الميه كذا مره ازاي. خليكي معايا في الفيديو ده تشوفي تفاصيل كتير. بالنسبه للبنات المبتدئات، بكب الميه لحد واعصر ليمون. لو عندك ليمون قديم معصور بتاع حطيه في الفريزر، انا بطلعه واطحنه وارميه على البط او الفراخ. قشر بردك البرتقان، اي قشور من دي بتشيل اي زفاره. اهم حاجه غسيل البط والفراخ. كان الاول المحلول الميه كنت سايباه 3 ساعات، كان منزل الدم بتاعه بالميه بكل حاجه بتاعه النقع. رجعت حطيت ميه تانية نظيفه. الميه قدامك نظيفه اهي، فاتحه الحنفيه عليه. اهم حاجه عصير الليمون، دعك بالدقيق بقى الدقيق. اهم حاجه الدقيق من جوه ومن بره. بتشيلي طبعا الحاجات اللي هي اللي بتبقى فيها الزفره من عند الرقبه. بتنضفي كده من عند المؤخره من ورا بتاعه البطه. بتظبطي كل الحاجات دي، وهسيبه منقوع شويه وادخل على المرته البورسعيدي الاصيله، المرته البورسعيدي والدمياطي. وفي ناس كتير بتعمل بالمرته، وفي ناس بتشوح كده عادي. هنحط على البصله المبشوره ربع معلقه فلفل، ربع معلقه كمون، ربع معلقه ملح، حبه بهار لحمه صغننين عشان الزفار، صغننين خالص على طرف المعلقه، واتنين مكعب مرقه، وفي حته سمنه بقى، وتاكل احلى مرته. هندعك كل البصل مع بعضه. البصل المبشور ده لازم تمرطيها كده مرطه بايديكي جامد، دعكي جامد كده بايديكي. في بنات كتير ما بتبقاش عارفه طبيخ البط او طبيخ الفراخ او يطبخوه ازاي. اهم حاجه قبل ما تعملي المرته تكوني مغلفه البطايه او الفرخه بفلفل وملح جواها من بره كده، وافتحي الجلد وحطي بين الجلد والحاجات دي قبل ما تعملي المرته كمان. هننزل بحته سمنه كبيره او حبه زيت ايا كان عندك. معلش يا جماعه اتاخرت معاكم والله في الفيديوهات، كنت تعبانه جدا، كان داخل عليا دور برد شديد والحمد لله. هنقدح السمنه مع الزيت، وننزل بقى بالمرته عليها كوبايه ميه. وانت تعملي بطايه بيبقى مثلا 3 بصلات وعليهم حبه زبيب كده اللهم صل على النبي كوبايه ميه. الميه يا دوبك تغطي بس البصل بيستوى شويه، وتقومي بقى يا دوبك بيستوى قد ايه، بيستوى مثلا بتاع 10 دقايق على نار عاليه وبيستوى. البصل عشان مبشور، انا بحب ابشره بالمبشره بيبقى اطعم. المرته لما بتبشرها بتبقى حلوه. عايزه تعملها على ايدك حته صغننه مفيش اي مشكله. هسيبها تستوى يعني 10 دقايق تستوى على طول. اكون بقى غسلت البط بتاعي بالدقيق والملح لا بلاش خل، الليمون بيبقى افضل. وهبدأ بقى احشي المرتة اهو، هحشي البطة بتاعتي. بصراحة كانت البط بالمرتة بيبقى تحفة تحفة تحفة. المرتة بتخلي البط طعمه رهيب يا جماعة والله. هنبدأ نظبط بقى البطة وهنحشي فيها المرتة.
حابة تحشي مرتة براحتك، حابة تعملي بصلة كده وتعمليها بفلفل وملح وكمون وتدعكي البطة بين الجلد وبين في بط يعني من جوه ومن بره وكده براحتك. يعني انا بديك كده وبديك كده براحتك. يعني انت عايزة تعمليها بمرتة مفيش مشكلة، عايزة تعمليها سادة يعني البطاية براحتها بس اهم حاجة حبة البصل مع الفلفل مع الملح وبين الجلد والحاجات دي، هو ده اللي بيطعم البط او الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ نخيطها. عندك سواك حطيه مفيش اي مشكلة، في ابرة وخيط مفيش مشكلة. المهم ان انت تقفلي البطاية على المرتة جامد، عشان ممكن لو انت ما قفلتهاش كويس ممكن البصل ينزل في الشوربة. فانت اهم حاجة اللي بيحبوا طبعا المرتة، ف حافظي بقى على خيطها خيط حلو او بالسواك عشان ما تنزليش البصلة في الشوربة، عشان لو ما اتخيطتش كويس هتلاقي البصلة كلها نزلت في الشوربة والبطة فضت. انا بكلم البنات اللي لسه يعني بيبقوا عارفين لسه يتعلموا البط ازاي او الفراخ ازاي. هنبدأ بقى نحط البط التاني. شوحته بمستكة وحبهان ورق لورا بصلة بحتة سمنة، بتشوحها على الجنبين، جنب الشمال وجنب اليمين تقلبيه، وبعد كده بقى تحط على المية ونسيبه يستوى. بيستوى قد ايه؟ بيستوى بتاع مثلا، هو طبعا كل بط بيفرق عن التاني تبع ما هو، لو بط صغير او بط كبير تبع سنه. فانت برضك ايه بالشوكة كده تعرفي استوى قد ايه. بس هو اقصى حاجة بيقعد مثلا ساعة، من ساعة ونص ساعتين. لو بط عجوزة حط حبة سكر في الشوربة بيستوي بسرعة. انا بحب ان انا اعمل بالشوكة كده خرزه او بسكينة فتحات كده، عشان اي دم او اي حاجه في البطايه ما يبقاش عامله زفاره، بتطلع بقى مع الشكشكه اللي انا بعملها دي. مجرد ما يغلي كده ويدخل في السوا تعملي بصي اللي انا بقول عليه اهو. اعمليها كده غرزيها، بالذات البط اللي محشي مرتة لازم يعني ايه تدي فتحات كده في البطه، عشان يدخل الشوربه تدخل وتسوي البطه من جوه، عشان ما يبقاش فيها ايه تيجي تفتحي البطه بعد ما استوت تلاقي في دم في العظمه ما استوتش. فلازم تعملي فتحات كده في ظهر البطه. هنيجي للملوخيه. جبت كيس ملوخيه حطيناه في الحله للناس اللي بتبقى الملوخيه بتتصط منها. اعملي الطريقه دي، حطي الملوخيه الاول وبعد كده تقومي بقى حاطه عليها الميه وتقلبي وتشوفي الميه بتاعت الشوربه احط عليها يسور الشوربه. ما احطش ميه، احط شوربه. بتحط الشوربه كرنيب في كرنيب كده لحد ما تشوفي القوام بتاعها، عشان ما تخفش منك. انت في ايديك اللي انت تشوفي السمك بتاعها. بتحط كم بتشيل طبعا، بتشيل الفلفل، بتشيل اي حاجه تنزل فيها. عايزه اصفاها بمصفى مفيش مشكله. انا بقى بصي بحط كرنبين 3 واشوف. انت برضك لو لسه اول مره بتعملي الملوخيه ولا كده، حط كيس الملوخيه الاول، ايا كان بقى كيس مجمد او كيس اللي عندك اللي انت مخرطاه. حط الملوخيه الاول وبعدين تحطي مقدار الشوربه عشان تبقى تقيله وحلوه والسمك اللي انت عايزاه. هنحط بقى عليها، هنجيب حته توم وكزبره، توم وكزبره ناشفه هنحطهم على الملوخيه. في طريقه تانية، انت بتسبكي طماطم وتقومي رايمه فيها كيس الملوخيه وحبه الشوربه. في ناس بتحبها بالطماطم وفي ناس بتحبهاش بالطماطم. انا ما بحبهاش بالطماطم، بخليها كده خضرة كده خضرة. الطماطم بتحس ان هي يعني بتغمق الملوخية شوية، بس برضك انت حابة تحط فيها طماطم مفيش اي مشكلة. سبكي الطماطم طماطميتين على كيس الملوخية، سبكي طماطميتين، واول ما تسبك حط الملوخية وحط بقى بهاراتك، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل، ربع معلقة شطة، ربع معلقة كزبرة. انا هنا بقى هعمل اللي حطيت توم ني، بحط توم ني وبحط في قلبها توم ني وكزبره نيه. وفي التقليه كمان بحط، يعني بحط في وهي نيه وفي التقليه كمان. يعني انت لو تلاحظ انا حطيت حبه كزبره وحبه توم نيين في الملوخيه، وبعد كده بحط الباقي في الكزبره في حته السمنه.
الحته النيه دي برضه بتبقى طعمها حلو. عايزه تحطي مرقه، مكعبات مرقه ما فيش مشكله، بس انت لو عامله المرقه بتاعه الفراخ طعمها حلو ومحيقاها وحاطه بهاراتها ومرقه وكل حاجه وبسمنه وبحاجه، والشوربه طعمها حلو، مش هتحتاجي للمرقه اللي هي المرقه العاديه بتاعه العطار. الملوخيه سمكها بسم الله ما شاء الله مظبوطه اهي. هنبدا بقى نغرف الملوخيه. مش عايزه اطول عليكم الفيديو. البط ما شاء الله بصي اتهمك، تستوى جدا. كل شويه تفتحي تكشفي على الغطا وتجسيه عشان ما يتهمكش منك. لازم البطه تطلع بحالها كده، ما اوعي تنسيها تتكسر في الشوربه. والمرته بسم الله ما شاء الله، بس شايفه لون المرته تحفه تحفه تحفه. البط استوى. لو لقيت البط عجوز منك شويه حطي معلقه سكر في الشوربه، مش هتغير طعم الشوربه خالص، بل هتسوش البط، وهتخلي الشوربه طعمها رهيب. شايفه الزبيب مع المرته بقى، الزبيب بيسكر البصله. اهم حاجه تحط زبيب في المرته، الزبيب بيسكر البصله. هنيجي بقى للبط، خلاص في البط اللي هو محشي وفي البط اللي هو من غير حشو. هنحمر كله في المقلايه. عايزه تحمريه في الفرن مفيش مشكله. معلقه صلصه وتدهنيها كده بمعلقه زيت، بحبه فلفل، بحبه ملح. عندك كاتشب برضك ادهنيها. بس انا بحب معلقه الصلصه بحب معلقه الزيت، معلقه صلصه، وحبه فلفل وحبه ملح ونص ليمونه. وتدهني بقى البط وتحطيه في الفرن. لو انت عايزاه بقى في المقلايه حته سمنه كبيره وتقليه. طبعا وقت رمضان ضيق وبقيت نعمل كل حاجه باستعجال، في حاجات ما اتصورتش وانا بدهن البطه، بس مش مشكله. شايفه انا كنت مغرزاها غرزه كبيره ازاي. بس مش مشكله بالامانه. بقول لك حتى لو حاجه ما اتصورتش وما جاتش في التصوير، بقى انا بقول لك بالامانه اللي انت لازم عشان تعملي حاجه صح وتطلع حاجه مظبوطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاولي تشاركي بالفيديو، دعمنا باللايك، حط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هبدأ احمر بقى البط. حمرنا البط خلاص وفرغت الرز. طبعا كنا مستعجلين جدا. غرفت الملوخيه وغرفنا الرز الابيض وحمرنا البط. اللهم صل على النبي. كان البط تحفه وتحميره كان جميل الحمد لله، واليوم عدى بخير. وما تنسوناش بقى في اللايك ودعموا القناه يا جماعه، بالله عليكم بالله عليكم، عشان دلوقتي عدد المشاهدات قلت. فطبعا اليوتيوب بيهدد ان احنا بنقفل القناه، فحاولوا تساعدوني وتدعموا القناه بالله عليكم عشان يوصل لك كل جديد. وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب، ورمضان خير عليكم وخير على المسلمين يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. قبل ما انسى بس في حاجه، البط اهم حاجه سوى البط وغسيله، والتحمير بتاعه ما بيكملش 10 دقايق في المقلايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان شكلهم جميل على السفره طبعا، وربنا يجازي خير كل التعب معايا في الفيديو ده من اخت جوزي وبنتها. بصراحه بنحاول نعمل اقصى ما عندنا في الفيديوهات.